الدار البيضاء يتواجد مسجد الحسن الثاني بإطلالته البارزة على الساحل الأطلسي، والتي جعلت فضاءاته الخارجية أحد أكثر المناطق السياحية للعاصمة الاقتصادية. ودعما لهذه الخاصيات جاء مشروع إنجاز منتزه ساحلي بجوار المسجد. فهي الحمد لله غادي تهيئ سكان ديال مدينه الدار البيضاء بشكل عام وهنا بالمغرب بشكل عام، ولكن حتى بالنسبه لاصحاب المدينه تعطي واحد الفرجه واحد المتعه بالناس اللي هي تقريبا يعني ما كيلقاوش فين واحد الاماكن اللي هي فيها الاستراحه والاماكن اللي هي فيها مثلا الناس يقضيو الراحه ديالهم والمتعه ديالهم بالنسبه للعطل. فلهذا هي غادي تكون هنا واحد شيء جميل يعني بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، وغادي يعطينا واحد الجماليه اكثر واكثر واكثر. تنتمناو الجديد في هذه البلاصه، حيت انا من سكان تنسكن هنا، وولديك ديما كنت نجيبو ملي كان صغير، يعني الا كانت هذا الشيء مزيان. هذه المساحه كانت خاويه، تيجيو الناس هنايا ما تيلقاوش فين يريحوا، ولكن مع هذا المشروع اللي دار سيدنا غتغير الاحوال هنايا ويجيو الناس. هذه العمليه ديال التهيئه والهيكله ديال هذا الفضاء غادي يكون في الحقيقه عمليه جد مهمه، لا ماشي فقط من الناحيه الجماليه ومن الناحيه العمرانيه، ولكن فقط الرمزيه ديال المكان. فكيف كنعرفوا على ان هذا المسجد كيحظى بواحد المكانه كبيره في قلوب المغاربه، وعنده واحد القيمه حضاريه وتاريخيه عالميه، فاذا ما يمكن الانسان الا وحنا كمواطنين ما يمكن لنا نفتخروا الا ان شاء الله بهذا المشروع اللي غادي يكون مشروع من طبيعه الحال جد مهم. بهذا الشكل الجديد ستتغير معالم الفضاء الساحلي لمسجد الحسن الثاني بعد 14 شهرا من الآن، وهو تحول يسير ما تم إنجازه وما هو في طريق الإنجاز من مشاريع ثقافية واجتماعية ورياضية وإيكولوجية في عدد من مناطق الدار البيضاء الكبرى. هناك مجموعة من المحاور تخص تهيئة بنية تحتية ترفيهية كبرى، مذكور من بينها الحديقة الترفيهية سندباد التي تم الانتهاء من الأشغال منها وفتحها في وجه الزوار، وكذلك حديقة الجامعة العربية والغابة الترفيهية بوسكورة مرشيش اللذين يوجدان في طور التهيئة، وكذلك هناك محور ترفيهي آخر يخص تهيئة ساحل الدار البيضاء الكبرى بتكلفة إجمالية ديال 700 مليون ديال الدرهم، ويخص مشاريع تهيئة كورنيش المحمدية وكورنيش عين السبع الكورنيش الشرقي للدار البيضاء، والمنتزه البحري لمسجد الحسن الثاني، وكورنيش عين دياب، وكذلك كورنيش دار بوعزة. إنجاز منتزه ساحلي لمسجد الحسن الثاني سيمكن من إحداث تغيير جذري بهذه المنطقة الاستراتيجية للدار البيضاء، مع الحفاظ على هويتها وبيئتها.